بعرف انه صار لكم كام يوم عم بتقولوا شو اخبار حنا السكران، وبعرف انه تأخر عليكم بالاخبار. صار لكم كام يوم اكيد عم تستنوا تسمعوا حكاية جديدة من حكاياته. بس كمان لازم نشعر بحال هالزلمة، لانه قضى اسبوع عند الامن العام. يعني شولوه الامن العام اذا بتتذكروا. وما بدي احكي لكم شو اللي صار معه بالامن العام، لانه اللي صار معه بالامن العام شيء كتير كبير، ويمكن صعب انه الواحد يقدر يوصفه او يحكي عنه. بس على كل حال إذا كان بدكم تعرفوا اسألوا أي حدا جرب التشويل، سواء كان في الماضي أو في الوقت الراهن، وبتعرفوا كتير منيح. أنا برأيي بلا ما نخلي حنا هو اللي يحكي ونرجع نذكره بمعاناته. على كل حال حنا بعد ما طلع من عند الأمن العام، والحمد لله أنه طلع على قيد الحياة لأنه هاي معجزة بحد ذاتها، إجا على البيت وصار له تقريبا شي 3-4 أيام نايم، ما عم يقدر يتحرك، جسمه كله كدمات وسكران حتى من دون ما يشرب عرق. لكن طول هالفترة اللي كان فيها نايم ومشطح بسريره، كان عم يفكر في بنت الجيران. الشيء الوحيد اللي ما بيروح من دماغه ولا لحظة. حتى لما كان عم يتعذب وبياكل قتل عند الأمن العام، كان مخه دائما وأبدا يا هل ترى شو صار في بنت الجيران. أكيد كل يوم عم تطلع على البلكون وبتستنى لحتى يجي حنا، وما عم يجي حنا. وأكيد هي قلقانة عليه كتير، لأنه شافته لما شولوه الشباب وأخذوه معهم لمكان مجهول. فهو كان من طرف أول مشتاق لها كتير، لأنه صار له زمان بيروح وبيرجع وبيشوفها، وهي أهم شيء بحياته. ومن طرف تاني كان كمان كتير عم يفكر فيها، لأنه كان حاسب، أو بجوز تكون هي حاسبة، هو كان يفكر هيك، أنه ممكن ما تشوف حنا بعدين. المهم باختصار شديد كان على طول، رغم أنه كتير تعبان، بس كان عم يفكر في بنت الجيران. لكن اليوم، يعني اليوم الرابع بعد ما طلع من عند الأمن العام، حس أنه في شوية قوة. ما فكر أبدا بأنه وجهه مخربط وكله كدمات وأسود وأزرق وأصفر وألوان كلها موجودة بوجهه. ما فكر أبدا بهذا الشيء لما حس بأنه في شوية قوة مفاجئة بعد ما فاق من النوم. فقال أنه اليوم لازم مهما كانت الظروف روح وطمنها علي. مثل العادي سحب حاله، سحب من سريره، صعب كتير الحقيقة، بس مع ذلك يعني استجمع قوته كلها وتحرك بطريقة مثل إذا كان واحد عم يسحب حاله من الموت. لبس تيابه، تتذكروه؟ تيابه تتذكروهن أكيد، القطعتين اللي ما عنده غيرهن. غسل وشه، ما طلع بالمراية لحتى ما يتفاجأ بشكله، ونزل على الدرج وطلع على الشارع وبوجهه على دكان العراق، اللي أكيد كمان مشغول باله عليه، لأنه أكيد لأول مرة من زمن طويل بينقطع حنا عن دكان العراق مدة 7-8 أيام. لكن لاحظ شيء غريب كتير. أول ما وصل لدكان العرق شاف الدكان مكسر تكسير، البلور مكسر، وصاحب الدكان لسه مو مصلح البلور. فات لجوا الدكان، شاف صاحب الدكان عم يرتب الرفوف ببضاعة جديدة. شو صاير بالدكان؟ الدكان ما في عرق أبدا، كل شيء موجود بالدكان هو بضاعة عادي، يعني سمان عادي، كلياتنا بنعرف السمان العادي. استغرب حنا، طيب وين راح العرق؟ وليش الدكان مكسر هيك؟ صاحب الدكان كان ملتهي وعم يرتب الرفوف ومو شايف حنا، لكن لما حس بحركة ورا ظهره التفت الزلمة واطلع على حنا. وأول ما شاف حنا وكأنه شايف الشيطان الرجيم قدامه، ومباشرة من دون سابق أنذار قال له حنا دخيل اللي خلقك، أرجوك اطلع من الدكان ولا عاد ترجع لها الدكان، لأنه بصراحة أنا خرب بيتي. لك شو صاير؟ قال له حنا طبعا. صاحب الدكان قال له مانك شايف شو صاير يا حنا؟ الأمن العام اجوا لهون وفاتوا على الدكان وضربوني، بس ما ضربوني كتير الحقيقة، ضربوني شوي، وكسروا الدكان ورموا العرق على الأرض وكسروا البلور، وطلعوا وهن عم يسبوا وبيشتموا وعم يقولوا إذا رجعوا مرة تاني
ولقوا الدكان فيه عرق، فرح يكون في شيء جديد أنا حذروني منه ما بعرف شو هو. لهالسبب يا حنا أنا بطلت بعرق، وكل واحد يدبر حاله يا خيي. وأنا من هون وهيك أنا مو دكان عرق، أنا دكان كازوز، دكان بيبسي، في عندي سبرايت، في عندي شوكولاتة، في عندي علك للي بدي علك، أوكي ما في مشكلة عندي علك. عندي كل شيء إلا العرق، ما عندي عرق. الله يخليك يا حنا، إذا كان في حدا تاني ببيع عرق بهالبلد لسه، فروح لعنده خود عرقاتك من عنده، وأنا من عندي مسامحك دنيا آخرة. الله يسامحك بكل العرق اللي أنت شربته من عندي بالماضي ولحد الآن ما دفعت لي شيء، أنا مسامحك. بس المهم لا عاد تجي على الدكان، لأنه بصراحة بخاف يشوفوك جاي على الدكان ويفكروا أنه أنا عم بيع العرق تهريب. وهون بهالحالة هاي يا ريت اللي قرأ ما كان. سكت حنا وسكت صاحب الدكان. إيه شو بدي يساوي حنا؟ طيب بده عرقات. طلع في صاحب الدكان هيك نظرة مكر، قال له طيب من هون لهون يعني مالك مخبي شي هون شي هون؟ طيب من عرقاتك انت اكيد بتشرب عرق، يعني من عرقاتك يا خيو اعطينا هيك يعني شوي صغيرة، مو ضروري انك تعطيني قنينة مليانة، يعني بس هيك اني روح اقعد وتشوفني بنت الجيران واشرب عرقاتي قدامها لانه هي متعودة علي اني اكون سكران. اطلع في صاحب الدكان وقال له يا حنا اخذ الشيطان، اخذ الشيطان يا حنا، خلاص بهالبلد ما ضل في سكر ولا سكرجي ولا ضل في عرق، هلأ لازم نتعود على الوضع الجديد. روح يا حنا، روح لعند بنت الجيران وخلص من هون وهيك عودها عليك على انها تشوفك وتشوفها من دون ما يكون في عرق. مو ضروري انك تشرب عرق، ولك شرب بيبسي خود بيبسي، وقل لك شغلي حنا، خود كمان بيبسي وخود سبرايت وخود كوكاكولا وخود شو من بدك، ولك خود معه شوكولاتة وسجل على الدفتر مثل العادي وخلاص لا تدفع، وانا ما رح طالبك في يوم من الايام. بس بالوقت نفسه يا حنا الله يخليك خلاص انسالي شغلة العرق، زمن اول تحول. هون عرف حنا انه خلاص الزلمة مرعوب وما في مجال ابدا انه يتفاهم هو وياه. ما حكى ولا كلمة، شو بدي يحكي حنا، عرف انه الوضع ميؤوس منه. طلع من الدكان وراح على الحارة. الحقيقة أنه كان حاسس حاله لأول مرة أنه ماشي بطريقة غير الطريقة اللي كان يمشي فيها في الماضي، وحاسس حاله أنه غير الماضي. كل مرة كان يروح على الحارة وحاطط عرقاته تحت باطه، لكن هالمرة ما في شيء تحت باطه. وصل على الحارة على الموعد تمام، قعد على المصطبة اللي خلف الدكان وصار يتطلع على الشباك اللي بالعادي بتطل منه بنت الجيران. في الموعد المحدد اللي متعودة تطلع بنت الجيران طلعت، وكأنه كان قلبها حاسسها أنه اليوم حنا رح يكون موجود. أو ممكن تكون كل يوم المسكينة عم تطلع وبتستنى حنا وحنا ما عم يجي. أول ما شافت حنا موجود على المصطبة حست حالها أنه بدها تطير من الفرح، كانت متمني أنها ترمي حالها من الشباك لحتى تصير جنب حنا على المصطبة، لكن ما بتسترجي، يعني بتعرفوا أنتو كيف المجتمع وكيف الناس بتفكر. على كل حال حنا هالمرة ما سكر، بس لما شاف بنت الجيران حس انه سكر بعيونها، حس انه سكر فيها، حس انه لأول مرة مو ضروري انه يكون في عرق لحتى الواحد يسكر. يمكن حس لأول مرة بحياته انه لما كان عم يسكر كان عم يسكر فيها، كان عم يسكر بجمالها، كان عم يسكر بعيونها، كان عم يسكر بخصلات شعرها اللي احيانا بتنزل على وشها واحيانا بترجعها بايدها ليكونوا من الطرف الخلفي على ظهرها. المهم حس حاله سكران، والمسكينة من فرحتها ما قدرت إلا أنها تبتسم وأشرت له لأول مرة في إيدها. بالماضي ما كانت تتأشر في إيدها، كانت بس تطلع فيه، لكن هالمرة كانت يمكن الحالة أقوى منها بكتير. المهم حس حنا حاله أنه سكران. هذا اللي حبيت وصل لكم إياه. فعلا حنا بالوقت الراهن سكران، لكن مو بعرق أبدا. نسي الوجع ونسي الأمن العام ونسي المسبات ونسي الضرب بالجنزير الناعم اللي كان دائما وأبدا ينزل على راسه وعلى كل أطراف جسمه ويخليه يصرخ بصوت عالي. لكن هلق بالوقت الراهن مو حاسس بأي شيء، حاسس حاله أنه سكران. المهم إذا كان رحتوا هلق على الحارة رح تلاقوا أنه كل شيء طبيعي، ورح تحسوا أنه حنا سكران. هلق بالوقت الراهن
بس روحوا على الحارة وشوفوا، راح تلاقوا حنا السكران قاعد خلف الدكان عم بيغني، بس عم تفرح بنت الجيران.